السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل صحة وعافية. اليوم هعمل لكم مشويات على طريقة اللي بيعملوها في مطاعم الشعبية والحسين والسيدة زينب. تقدروا تعملوها بالبيت بكل بساطة للناس اللي ما بتقدر تروح في المطاعم هاي أو هي أساسا في بلاد الغربة. هي عبارة عن مشويات مشكلة بيعملوها، بيحطوا لحمة راس، موازنيفة، كبدة، كلاوي، الأشياء هاي اللي هي أحشاء الخروف يعني أو العجل، يعني على حسب المتوفر. سهلة جدا وحلوة وممتعة وسريعة جدا في العمل. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هون عندي موزتين خروف، حطيتهم بطنجرة الضغط، حطيت عليهم مي وملح وبصل وبهارات حاب. البهارات على حسب ما انتو بتحبوها، يفضل تحطوا بهارات خفيف عشان ما تغير طعم اللحمة. حطيتها هون 10 دقايق. استخدمت بدي اعمل كفتة بالمحلات، طبعا بيحطوا مع الكفتة برغل، اولا عشان تزيد الكمية، وثانيا هي دايما ان بنستغرب شو الطعم بيبقى غير الطعم اللي احنا بنعمله بالبيت، بيبقوا حاطين برغل. استخدمت نص كوباية شاي برغل، نقعتها بمي فنرشت، تحطوا عليها ملح وفلفل اسود وبصل بودرة. يفضل بصل بودرة عشان يمسك، مو بصل الطازج. بتكوروها كور على حسب الحجم اللي بدكوا اياه. طبعا هي هتعطيكم حجم كتير كبير، يعني بتعطي كمية كبيرة. انا هون استخدمت جزء منها، يعني ما استخدمتها كلها لانها اعطتني كمية كبيرة. فهي فكرة كمان حابب يزود الكفتة عنده، وبرضو اذا بده يعملها شوي على الجريل بسياخ بتمسك معه. استخدمت هنا 100 جرام كبدة عجل وقلب خروف. بنحط عليهم بس ملح وفلفل، ما بنحط اشي تاني. نخليهم منقوعين عبال ما نيجي نشوي. قطعنا الشرايح الكبدة قطع بالطول، شرائح طولية. هون عنا كفتة وقلب خروف وكبدة. الكميات على حسب ما بدكم أو متوافر عندكم، وفيك تضيفوا أشياء تانية مثل سجق، شغلات تانية كيفكم. هنا بيستخدموا هما بالشوي اللي البلدية، أنا ما عندي لية الخروف أو العجل. استخدمت معلقة البقرة الحلوب السمن، برضو بتعطي طعم يعني كويس مقارب لطعم اللية. اول شي بنحط الكبدة، الاشياء اللي ما بتستوي بتطول بالسوا بنحطها. حطينا على القلب قصدي، بنحمرها شوي. بعدين بنحط كرات الكفتة. لو القلب استوى بنشيله وبنحط الكبدة آخر شي، لأنها ما بتاخد وقت بالسوا.
حطيت الموزات كمان بعد ما استووا وحمرتهم معهم. الطبق بقى جاهز للتقديم، يقدم مع جرجير خس. وبيبقى دايما بالمطاعم هاي بيطلبوا جنبها كوارع أو أرجل خروف أو عجل. هون أنا قدمتها مع كرشة. والكرشة هاي أول مرة طريقة الخياطة من غير خياطة اللي هي حشو الكرشة. موجود الفيديو على القناة إذا حابين تعرفوا كيف. طريقة مبتكرة وجديدة وحلوة وسهلة جدا وسريعة بالوقت. سلطات ممكن تعملوا معها سلطة خضراء، سلطة زبادي. هون قدمت معها رز بالخلطة اللي هي خلطة الحشو تبع الكرشة، اللي هو عبارة عن لحم مفروم ورز وحمص. قدمت معها مشروب اللي هو الزبادي أو الروب، اللبن الخاتر مع النعناع. هاي الأكلات بيبقى اللبن معها كتير حلو لأنها بتهضم وبتبقى باردة يعني فبتحلي الأكلة. برجع حبايبي انكم تجربوها وان شاء الله بتعجبكم. واذا بدكم بتحطوا كمان عليها فحمة على اساس تعطيكم طعم المشويات او الطعم اللي بالفحم. اذا عجبكم حبايبي الفيديو لا تنسونا بلايك وكومنت وشير. واذا جربتوها اكتبولي بالكومنت وقولولي شو رأيكم بالطريقة. شكرا كتير إلكم وشكرا لدعمكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وألف سلامة على قلبكم وعيونكم. سلام.